مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوين، او صباح الخير على حسب الفيديو بينزل لحضراتكم. هنا زي ما انتم شايفين احلى ملوخيه خضراء هتاكليها النهارده. ايه الجمال والجمدان ده، حاجه في منتهى الجمال. انا ماليش في التفريزات والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لا بصوا البلدي بلدي. هنا اللهم صل على سيدنا محمد. هنقول مع بعض جبنا ايه. جبنا كيلو ملوخيه، مسكتها قرطفتها وغسلتها غسله حلوه جدا، ورحنا نازلين عليها ايه بعد ما مسكتها بقى، خرطتها خرطه مفيش كلام. حطينا هنا بقى في الشوربه ايه، حطينا مكعب من المرق، وحطيت قطعه توم صغيره او مثلا بمعدل فصين توم يغلوا مع بعض، ونروح نازلين بالملوخيه زي ما انتم شايفين. حاجه في منتهى الجمال. بمناسبه الملوخيه اللي بتبقى خفيفه من اخواتي وحبايبي، بتبقى خفيفه منها او ايا كان. بصوا انا عملت ايه، يعني انا نفسي ببقى عارفه المقادير، بس برضو سايباها تقيله عشان اخفها معاكم حبه حبه، ما يبقاش فيه اي علشان ما تبقاش خفيفه مني. زي ما اقول لكم بالظبط، ايا كان الكميه اللي انت جايباها حطي هما مثلا 3 كبشات من الشوربه بالعدد، بس كده بس كده. حطي الملوخيه هتبقى تقيله، هتبقى تقيله، وانت بقى براحتك تزودي الكميه، عشان في ناس بتقول بتسقط مني، وفي ناس بتقول بتبقى خفيفه جدا مني. جوزي بيعيب عليا، حماتي بتعيب عليا. والله العظيم لو عملتي الملوخيه دي بنفس التكات اللي بقولك عليها، انا مش محتاجه منك اي حاجه غير دعوه من القلب، مش اكتر من كده. دعوه من قلبك الطيب تدعيها لي توصلني على طول. وما تنسيش اللايك والشير بتوعي طبعا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا. وهنا هنعمل التومه، عملتها بمعلقه من الليه ونزلت عليها بالتومه، ونزلت على التومه بمعلقه كزبره صغيره. وهنا بقى نزلنا زي ما انتم شايفين، حاجه في منتهى الجمال. بنقول اول حاجه بسم الله، وتاني حاجه بنشهق على طول. بتبقى حاجه في منتهى الجمال. اهم حاجه تسمي الاول، ذكر ربنا ما يسيبش بقك، هتلاقي الاكل بتاعك زي العسل. بس يا حبايب قلبي، الملوخيه جميله جدا جدا، ليها عرق بتمط، حاجه في منتهى الجمال، خضره لتاني يوم، مفيش اي كلام. تنسوش حبايب قلبي لايك وشير فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا، عشان انتوا بتنسوني في اللايكات او في الاشتراكات كمان. اعمليها بنفس التكات دي وهتطلع من ايديكي احلى ملوخيه عملتيها في حياتك. مش عشان انا قلت لك عليها، لا، ده عشان انت اللي عملتيها. اهم حاجه وانت بتعمليها صلي على الرسول، اذكري ربنا طول ما انت واقفه كده. ذكر ربنا ما يسيبش لسانك، هتلاقي كل حاجه سهله في ايديكي وكل حاجه حلوه. بصوا هنا بقى انا قلت اغرف حبه كده نشربهم بالمعلقه، بجد كان طعمها تحفه. اتحداكي تخشي بيها اي مسابقه مع اي حد، اختك سلفتك، هتطلعي انت الكسبانه والربحانه. بس اعمليها بنفس الطريقه بالظبط. قرنين فلفل، حاضر، قرنين فلفل وانت بتفرميها، ومعاها فصين توم في الشوربه. وبعد كده ادعوا لاختكم وادم مسلم. اشوفكم على خير فيديو جديد.